وقد وقع تنابز وضرب بالعقل والعكاز بين أعضاء مجلس الأمة من النواب القلاف والحربش والمطوع وزنيفر والصواغ والطبطبائي بسبب التنابز حول المعتقلين في غوانتنامو. وفي غضون ذلك قفز جمهور من المدرجات السفلية للقاعة في حين أخلى الحرس القاعة. وفي التفاصيل بدأت الهوشة عندما تحدث النائب القلاف متهما سجناء غوانتنامو الكويتيين بالإرهابيين، وعليه احتج النواب هايف والصواغ والطبطبائي والحربش مطالبين بإغلاق الميكروفون عنه ومنعه من التحدث، وتعالت أصواتهم فرفع الرومي الجلسة. في غضون ذلك توجه النواب المعارضون للقلاف ناحيته وحدث بينهم كلمات نابية، ثم تدافعوا ورفعوا العقل وأسقط الحربش القلاف أرضا بعد تلويح الأخير بالعصا. وقام النملان بتسديد لكمات للمطوع فرد عليه بمثلها، فتدخل زنيفر والصواغ والطبطبائي قبل أن تنفض الهوشة. وقد ذكرت مصادر للوطن أن مكتب مجلس الأمة ناقش فقط صيغة بيان استنكار ولم يتطرق لأي عقوبات قد تفرض على النواب.